الآن الله يرحمه الشيخ أحمد ياسين استشهد قبل أن يبدأ 7 أكتوبر، وما كان عنده علم متى راح تكون 7 أكتوبر، ولا بيعرف حتى يمكن عن العملية اسمها طوفان الأقصى. يعني ما نختلف عن هذا الموضوع، ولكن احنا نعرف تاريخ بداية 7 أكتوبر كان في سنة 2023. في سورة الأحزاب الآية 23 يقول فيها الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نشوف الآية 24 هل تطابق أيضا سنة 24؟ الله يطول بعمرك. أيوة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. احنا نعرف في سنة 24 كان فيها أحداث كثيرة استشهد فيها السنوار وهنية وطار بشار الأسد، وحصل ما حصل في لبنان أيضا، فكانت أحداثها كثيرة جدا. 25. في 25 بداية 25 شو اللي صار؟ وقفت الحرب على غزة لفترة وجيزة، وسوريا أيضا تحررت، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. 26. آية 26. طيب أخوي دقيقة لو سمحت. أخي إبراهيم اتركه يكفي لو سمحت. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. في سنة 2026 احنا عارفين انه راح يكون في داخل الاحتلال انتخابات بين نتن وغيره، واحنا شايفين الآن شلون الأوروبيين اللي هم أهل الكتاب قاموا ينقلبوا على نتنياهو، اللي هم كمان أيضا من أهل الكتاب الثانيين، والانقسامات الداخلية الكبيرة والحادة جدا. الآن والدليل أضشك، والدليل اعتراف أكثر من 13 دولة حاليا بدولة فلسطين. طبعا نحن من النهر إلى البحر صحيح. لكن هذا ما تعقيبه. 27 الآن الآية 27 بسم الله الرحمن الرحيم: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بإذن الله الرجل اللي اسمه أحمد ياسين اللي استخلص من سورة الإسراء احنا قاعدين نعيشه في سورة الأحزاب بآية 23 و24 و25 إلى الآن مطابقة لنفس الآيات وعدد السنين. فأسأل الله خلص الاجتهاد لهون. أخياف اسمع خليني أعطيك كم شغلة يكيف عليهم هلا ويوقف شعر بدن قدام الموجودين. خلص معك روح أول شيء بما أنك موجود هون من البداية حط الآية 7. الآية 7 سورة الإسراء صح؟ تمام. سورة الإسراء ولا الأحزاب؟ أنا في سورة الأحزاب. لا عفوا الإسراء. هلا أنت بالأحزاب بدك خليك على الأحزاب لأن بدي أعطيك شيء ثاني كنت على الإسراء. ماشي. الآية 23 للآية 27 عد الكلمات. الكلمات بصوت عالي. طيب الكلمات صح؟ من المؤمنين رجالا لعند وورثكم أرضهم وديارهم وأرضهم متطوع إن الله كان على إلى آخر الآية. عدهم 1 2 3 4 5 6. الماء أكيد لا هاي لا أداة وصل لا بس الكلمة. طيب يعني المن كلمة ولا لا؟ صح كلمة. طيب من المؤمنين كلمة، رجال كلمة، 3 4. ما عاهدوا سويا ولا واحدة لوحدة؟ هي ما عاهدوا كلمة. طيب عدوا لك عد الماء كلمة، عاهدوا كلمة. عرفت علي؟ أيوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 بس إلى نهاية 79 كلمة صح؟ نعم ما شاء الله صحيح. هلا بعد هيك الآية 28 شو بقول رب العالمين بالآية؟ يا رسول يا الله نساء النبي بروح يا نساء النبي بروح لحدث ثاني صح؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن يعني طلعنا من الحدث صح؟ يعني عم بيحكي عن أزواج النبي ما عم بيحكي عن هذا الحدث. طيب 79 كلمة بيلفتك لشيء؟ طبعا. الكيان قديش عمره اليوم؟ الآن صار 77 والعقدة 78 نعم 77 يا يافا 77 باقي له سنتين. نعم. أعطيه بعد سنتين قد ايه بصير 79 صح؟ عدد الآيات أي سنة بنكون؟ 2007 بنكون 2027. شو بتقول الآية 27 وأورثكم أرضهم وديارهم صح؟ وديارهم نعم. طيب نروح على سورة الإسراء. بسم الله. هذا أول اجتهاد. حط سورة الإسراء الآية 7. استفيدوا يا جماعة في اشياء كتير مهمة حتنذكر بما انه في لابتوب وكل شيء فاستفيدوا باللي حيطلع واستبشروا خير. هذا مش تفسير للقرآن هذا مش تفسير يا شباب. هون نازلين يا يافا نازلين من فترة ما بعرف كيف بعدك مش شايفهم. نزلناهم هون عند ابراهيم. شوف هلا طلع الصدمة هلا شوف الصدمة يا شباب هلا طلع الصدمة. هو القرآن في علم الأرقام ترى علم كبير جدا. في علم الارقام وعلم الحروف ومليان علمنا العربي نحن اذا بنيجي بنطلع فيه مش لغه عربيه فقط في اشياء كثير بتوصل للغه العربيه. كان مفيد بالوقت اللي نحن عم نضيع وقت فيه. حط الايه 7. هاي الآية 7 إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وليدخلوا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا. تمام؟ تمام؟ هاي الآية قديش رقمها؟ 7. عد الكلمات اوصل للرقم 10 لأقول لك اوقف عندها شوف شو الكلمة بتكون. فإن أحسنتم لها فلها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وعد. شو هي الكلمة العاشرة؟ وعد. شو صار عندنا هلا؟ 7 10. عد كلمات الآية كلها. الآية 7 هون 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. شو طلع عندك هلا؟ 7 10 23. فإذا جاء وعد الآخرة شو طلعت عندك؟ 7 10 23. هذا تاريخ الطوفان. تمام. الله انتبهتوا يا شباب؟ ماشي روح على اللي بعدها بسرعة عشان ما أضيع وقت الشباب. روح على جوجل بسرعة افتحها جوجل. تمام. حلو. حط اكتب عندك معركة عمورية. اوكي. اي سنة اعطاك؟ 838 عمورية 89 هجرية. ميلادي 838 صح؟ لا 708 بين الدولة الأموية لا معركة عمورية اللي هي معركة اللي انقال فيها ومعتصما. عفوا فتح عمورية. فتح عمورية اسمه فتح عمورية مش معركة عمورية. فتح عمورية اسمه فتح مش معركة لأنه بيفرق معك البحث. طيب 838 حط لي فتح المسجد الأقصى على يد صلاح الدين. احفظ الرقم إذا بدك سجله حدك 838 احفظه يا شباب. هلا حط لي فتح صلاح الدين. آه 1187 حط لي الرقمين مع بعض واحسب لي قديش بيطلعوا. 1187 زائد 838 يساوي 1 الصدمة 2027 هلا 2025 هول اثنين فتحين. هذا فتح وهذا فتح. معركة عمورية اللي قالت فيها مرة اللي استنصرت قالت ومعتصماه فصارت معركة عمورية. نعم. فتح عمورية وفتح المسجد الأقصى. هاي 838 وهي 1187. احسبهم يا معلم اذا بتيجي 1178 اذا بتيجي بتحسبهم بيطلع عندك الرقم 2025. هاي السنة اللي نحن فيها لأنه هول التاريخين ميلادي وهول التاريخين فتح بفتح.
أيوة. مش معركة، كانوا فتحين للمسلمين. فهل يا ترى نحن هاي السنة أمام فتح؟ الله أعلم. يعني أنا عم بعطيك هاي اجتهادات كمان هيك نطلع عليها كثير. افتح سورة البقرة يا معلم، الآية اللهم صل على سيدنا محمد الآية 47. الآية صار يا إبراهيم بقول لك سورة البقرة الآية 47 و 48. واتقوا يوما اقرأ فتح الله عليك، اقرأ. واتقوا يوما يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، من أول ولا الآية ناصر يقبل منه الآية. شفاعة ولا يؤخذ منها عدلا ولا هم ينصرون. حلو، نطلع الآية 121. آية 121. في 121 122 بالضبط. هني ايتين مع بعض على فكره، ربنا عم بيذكرهم فيها هون بحدث معين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تمام. اي آية 48 122 صح؟ صح. 122 صح. أولى نفس الآية على فكرة، بس فيها اختلاف بسيط. أولى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إن هنا هاي تفسيرها أي لا أنعمت. كفية. أنا بهمني الجزئية الثانية من الآية، لأنه هي الآية نفس الآية 47 بس فيها اختلاف في نهايتها. هاي ما تفسيرها دقيقة. لا مش تفسير، انتبه أخوي. هاي نفس الآية 47 بسورة البقرة، في اختلاف بنهاية الآية، بس في اختلاف 3 كلمات. وإني فضلتكم على يكفي العالمين. صح. واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل تمام. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. حلو، شو قال لك هون رب العالمين؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. والآية 47 ارجع الآية 47 هون شو قال؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعه شفاعة. ارجع الآية 47 شو كان الوضع؟ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها بالضبط. لاحظت الفرق هون؟ الآية 47 بتحس ربنا عم بنبههم انه ديروا بالكم ما توصلوا لهذا الشيء. وبالآية 122 بتلاقين خلص وصلوا لهذا الشيء. طيب اجمع لي فرق الآيات من ال 47 لل 122 كم آية بيطلعوا؟ بالرياضيات مش عندي، عند عمر تحت. تمام. اول انا دغري بعطيك اياها يا معلم. 53 سنه عندنا قبل، عفوا 47 لل 100 عندنا 53 آية، وعندنا 21 74 صح؟ حلو. ارجع سنه 2024 شو كان عم بيصير مع الكيان؟ انتبهت كم بشاره في على هذا الموضوع؟ في مليون دلاله انه هول اللي هن من 22 23 24 25 في مليون هيك تفصيله مثل هدول بدلوا انه هذا الكيان رايح لمكان مظلم، رايح لمكان الله اعلم. نحن مش عم نفسر القران، نحن يمكن هاي القصص اللي هي الاستلطافات، الاستشفاف، النبوغات، كيف ما يعني انه اجت تحت تسميات كثير. يعني هاي اجتهادات ممكن تصير وممكن ما تصير، هاي اجتهادات، ممكن تصير وممكن ما تصير، لكن